في الجزء التاني من حل المسائل على خواص المساواة للمسائل اللي فيها تعادل. دلوقتي احنا بنتكلم على التعادل زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، اللي ما شافش الفيديو يرجع له. احنا بنتكلم على ان في طرف ايمن مساوي للطرف للايسر، والطرفين دلوقتي بنستخدم عليهم كذا خاصية، زي خاصية الجمع للطرفين. ما ينفعش اجمع من طرف واحد واطرح من الطرف التاني، اجمع للطرفين نفس الرقم او اطرح من الطرفين نفس الرقم، وهكذا عشان يديني التعادل المطلوب في المعادلة. اهم حاجة عندي في قصة المعادلة ان شاء الله يكون 50 رقم على اليمين و50 رقم على الشمال بعملياتهم. اهم حاجة ان الطرف الايمن مساوي للطرف الايسر. طبعا ده غير ترتيب عمليات الضرب والجمع والقسمة، لان ليها ترتيب. لما بستخدم عملية الترتيب بتبقى طبعا الترتيب للزائد وللطرح، وبعد كده للجمع، للزائد وللطرح، وبعد كده للضرب وللقسمة. هنشوف حل أول مسألة. بيقول لي دلوقتي 5M بيساوي 4، 5M زائد 4 بيساوي 19. دلوقتي 5M زائد 4 بيساوي 19. أحل ازاي المعادلة اللي موجودة قدامي دي؟ في المسألة دي هو مش طالب مني حل المعادلة، لأن حل المعادلة لو كنت أحل المعادلة ما كنتش هطرح 3 من الطرفين، أنا كنت هطرح الأربعة من الطرفين بحيث إن أنا أتخلص من الأربعة دي وبعد كده أقسم على الخمسة. لكن اللي هو كان طالبه مني أذكر خاصية المساواة المستعملة. خاصية المساواة المستعملة هنا وهي الطرح، المساواة بالطرح. طرحت 3 من الطرفين، إذا هنا المعادلة معادلة سليمة، بغض النظر عن اني هعمل عمليات تانية عشان اقدر اوجد معنى المعادلة او المجهول في المعادلة وهو ام، بس ما كانش ده رأس السؤال. لكن لو هطرح 4 من الطرفين هيبقى 4 ناقص 4 هيديني، طبعا هنا هتروح ال4 من ال4، و19 هطرح منها 4 هيديني 15. يبقى 5M بتساوي 15، يبقى الام هنا هتساوي 3. طبعا هو ده ما كانش مطلوب مني، بس انا بجيبه برضو لاني فاهم. طيب بالنسبة للمعادلة المسألة رقم 10، 3T بتساوي 20. 3T بتساوي 20. دلوقتي المسألة رقم 10، في المسألة رقم 10 بيقولي 3T بتساوي 20، وهنا قسمنا على الاتنين للطرفين، إذا المعادلة هنا معادلة سليمة. إذا المعادلة هنا معادلة سليمة. المعادلة دي ممكن اقدر اجيب بيها الطرفين، لكن مش هقدر اجيب بيها الطرفين بسهولة. ليه؟ لان انا هنا قسمت على الاتنين، فهنا هيبقى 10. يبقى 3T على الاتنين، 3T على الاتنين هيساوي، على الاتنين هيساوي طبعا 10. ثواني، هيديني هنا 10. دي المعادلة اللي هتبقى موجودة معايا. في المسألة رقم 13 بيقولي 42 بتساوي 9 زائد R. المسألة اللي موجودة قدامي 42 بتساوي 9 زائد R. فهل المعادلة 9 زائد 42، هنا 9 زائد 42 زودنا 9 على الطرف الأيمن، بتساوي 9 ناقص 9 زائد R. هنا طرح 9 من ال9 دي، هنا هو عمل عمليتين، عملية واحدة جمع وواحدة طرح من الطرفين. إذا المعادلة دي غير صحيحة، ليست معادلة. وليه ليست صحيحة؟ ليست صحيحة لأنه هنا عمل عمليات مختلفة. هنا ليست صحيحة. ليه؟ لأنه لم يتساوى طرفي المعادلة. طبعا المعادلة هنا ما تساويش الطرف بتاعها لأنها استخدم أرقام مختلفة. هنا كان هنا طارح 9، وهنا جامع 9، وهنا الطرفين ما تساووش. المسألة اللي بعديها رقم 14 بيقول لي إذا كان 24 بتساوي 6S. 24 هتساوي 6S، تمام. فهل المعادلة 6 على 24، وهنا قسم على ال6، استخدم خاصية المساواة بالقسمة. 6 على 24، هنا قسم على 6
وستة على 6s صحيحة. ولماذا؟ طبعا هنا صحيحة. ليه صحيحة؟ لأن طرفي المعادلة زي ما قلنا لتساوي طرفي المعادلة. هو هنا قسم على نفس الرقم. هو هنا قسم على نفس الرقم. هو هنا قسم على نفس الرقم في طرفي المعادلة. هنشوف المثال رقم 15. في المثال اللي أمامي بيقول لي إذا كان هذا الميزان متوازنا اوجد العدد الذي يجب إضافته إلى الكفة العليا ليتوازن الميزان من جديد، ثم أكمل المعادلة تصبح صحيحة. طيب أنا عندي هنا 12 وهنا 2 زائد 7 زائد 3 زائد 16. هنشوف الميزان هنا إمتى هيصبح متوازن. طبعا في المثال ده أنا هضيف 16 للكفة دي اللي فيها 12 عشان يبقى الميزان متوازن. 2 زائد 7 هيديني 9، 9 و3 هيديني 12 وهو العدد اللي موجود هنا. يبقى فاضل العدد الأخير واللي هو 16. يبقى هنا دلوقتي 12 زائد 16 هيساوي 2 زائد 7 زائد 3 زائد 16. التلات أرقام دول احنا اختصرناهم في رقم واحد وهو 12. دلوقتي في المثال الموجود قدامي بيقولي توازن هذا الميزان عند وضع 3 مكعبات خضراء في إحدى كفتيه وضع المكعب إكس الأزرق. يبقى المكعب إكس الأزرق بيساوي 3 مكعبات خضراء. 3 مكعبات خضراء. المكعب ده بيساوي 3 مكعبات خضراء. تمام. يبقى أنا دلوقتي هنا عندي في الكفة دي 15 مكعب وهنا المكعب ده ب3. أضربه في كام عشان يساوي نفس الكفة؟ طبعا 3 في مجهول بيساوي 15 اللي هو العدد اللي أنا عاوزه. طبعا العدد هنا هيبقى 5. يعني لو حطيت 5 مكعبات من الأزرق بس هيديني نفس الكمية اللي موجودة في الطرفين. يبقى 5 في إكس بيساوي 15. طبعا إكس هنا هتساوي 3. لما اجي جبت او اكون جبت التلاتة دي ازاي؟ بالاسلوب الرياضي. هنا قسمت 15 على الخمسة اداني اكس، او زي ما بنقول بنقسم اللي بره على اللي جوه بيديني المجهول. وبكده حليت المسألة رقم 16. في المسألة اللي بعد كده بيقولي كتبت المعادلة 24 بتساوي 8 اكس. غير صديقك هذه المعادلة كما يأتي. قسم الطرف الأيمن على الأربعة، فأربعة على ال24 بتساوي 8 اكس. كيف يمكنك جعل معادلة صديقك مكافئة للمعادلة التي كتبتها؟ ببساطة شديدة أنا ممكن أعمل المعادلة دي مكافئة إذا قدرت إن أنا هو قسم الطرف الأيمن على 4. ودايما قلنا في المعادلات لما بقسم طرف بقسم الطرف التاني على نفس المعادلة. فأنا هنا لازم أقسم الطرف ده برضو على 4. يبقى أنا دلوقتي كده قسمت الطرفين على 4. لما يتقسم ده على 4 وده على 4 يبقى هنا الطرفين مساويين لبعض. يبقى برضو ده قسمة الأربعة. تمام. المسألة اللي بعديها بيقول لي توازن ميزان بوضع المكعب إكس الأزرق و20 طن مكعب أخضر في كفته اليسرى. يبقى المكعب الأزرق بيساوي 20 طن و40 مكعب أخضر في كفته اليمنى. في المثال اللي موجود قدامي بيقولي توازن ميزان بوضع المكعب اكس الازرق اللي هو موجود قدامي ده و20 مكعب اخضر هنا في كفته اليسرى و40 مكعب اخضر. يبقى انا عندي 20 هنا والمكعب اكس ده لوحده ب20 مكعب عشان الاتنين يدوني 40. اصطدم احد الطلاب بالميزان واسقط منه بعض المكعبات بحيث بقى منه المكعب اكس الازرق وثلاث مكعبات 3 وهنا 20. ازاي نخليهم مساويين 40؟ دلوقتي في كفة اليسرى ما عدد المكعبات التي يجب انقاصها؟ طبعا انا هنا لازم انقص كام؟ هنقص 17 عشان يبقى هنا على الطرف اليمين 23 والطرف الايسر